قال لي يا ماما هو ايه اللي بتعمليه ده؟ قلت له عادي يا ابني، انا متجوزه وانت شايف كل حاجه بعينك. قال لي بس الطبيعي انك ما تعمليش كده قدامي. قلت له انا ما عملتش حاجه غلط ولا عملت قدامك حاجه. قال لي بس صوتكم بيبقى عالي وانا بسمع كل حاجه من اوضتي وببقى مش عارف اتعامل مع احساسي. قلت له انت بتتكلم كده ليه؟ علشان انا حاسس بالوحده وكل يوم بحاول اطنش بس ما بقدرش. قلت له يا حبيبي دي حياتي وانت لازم تتقبل ان ليا حق اعيش. قال لي ماشي يا ماما، بس انا تعبت من كتر الكتمان. قلت له طيب احكي لي يا ابني، ايه اللي مضايقك بالظبط؟ قال لي انا بحس ان البيت اتغير، بقى في راجل غريب بياخد وقتك كله. قلت له غريب ازاي؟ ده جوزي وانت المفروض تبقى مبسوط ان في حد يونسني بعد كل اللي عديت بيه. قال لي انا مش ضدك، بس انا مش قادر اتقبل وجوده بسهوله. قلت له هو ده السبب اللي مخليك متغير؟ قال لي جزء مني وجزء تاني إنك ما بقاش ليا مكان زي زمان. سكت شوية وبصيت له وقلبي وجعني. ابني اللي كنت فخورة بيه بقى متلخبط ومتوتر. قلت له طب تعالى نتكلم بصراحة، أنا عمري ما نسيتك ولا هنسى، بس لازم تفهم إن كل واحد فينا له حياته. قال لي بس أنا كنت فاكر إن إحنا هنفضل زي الأول، أنا وإنت وبس. قلت له الزمن ما بيرجعش يا ابني، بس الحب موجود حتى لو اتغير شكل العلاقة، إحنا لسه قلب واحد. قال لي يعني خلاص هو بقى أهم مني؟ قلت له ما تقولش كده، ده راجل بيشاركني حياة مش بياخد مكاني منك. قال لي بس أنا مش قادر أصدق الكلام ده. قلت له هتصدق لما تشوف إن الحب مش معناه إن حد بياخد من التاني، لأ، ده بيتقسم بين الناس اللي بنحبهم. قال لي يمكن، بس صعب. قلت له أنا عارفة وهساعدك تتعود زي ما أنا اتعودت على الوحدة سنين طويلة. ابني كان طيب بس الحزن غير ملامحه، بقى صامت أغلب الوقت وبيبصلي بنظرات فيها وجع وسؤال مش مفهوم. لحد ما في يوم دخلت أوضته لقيته بيتفرج على صورنا القديمة، أنا وهو وبناته قبل ما اتجوز. قلته لسه نحتفظ بكل ده؟ قال لي أكيد، دي حياتي اللي راحت. قلته ما راحتش يا حبيبي، إحنا لسه هنا. قال لي بس مش بنفس الشكل. قلته إحنا اتغيرنا بس لسه بنحب بعض. قال لي أنا نفسي أرجع طفل تاني، أنام جنبك وأحكي لك كل حاجة. قلت له وأنا دموعي نازلة، وأنا كمان يا ابني نفسي أرجع الزمن وأحضنك زي الأول. بعدها بدأت ألاحظ إنه بيتجنب جوزي، كل ما يدخل البيت ابني يسيب الأوضة ويمشي أو يقفل على نفسه. قلت لجوزي سيبه على راحته، هو محتاج وقت. جوزي قال أنا مش زعلان بس لازم نلاقي حل. قلت له هنتصرف، أهم حاجة ما نحسسوش إنه مرفوض. في يوم رجعت من الشغل بدري لقيت ابني بيصلح في غطا النجفة اللي في الصالة ووشه كله تراب. قلت له إيه ده؟ بتعمل إيه يا حبيبي؟ قال لي بحاول أساعد في البيت، يمكن كده أحس إن ليا لازمة. ضحكت غصب عني وقلبي توجع أكتر. قلت له أنت دايما ليك لازمة، أنت عمري كله. مرت أيام والجو بينا بدأ يهدى شوية، ابتدى يرجع يضحك ويهزر حتى مع جوزي. كنت بفرح وأنا شايفاهم بيتكلموا، حسيت إن الدنيا بتتصالح تاني. لكن في يوم وأنا بغلب في الموبايل لقيت صورة ليا وأنا نايمة على الكنبة. اتخضيت، ناديت عليه يا أحمد الصور دي جت هنا إزاي؟ قال لي أنا اللي صورتك، كنت نايمة ومبتسمة، حسيت إنك مرتاحة. قلت له ما ينفعش تعمل كده يا حبيبي، خصوصيتي دي. قال لي ما قصدتش حاجة وحشة بس حبيت اللحظة. اتنهدت وقلت له أنا عارفة إنك بتحبني بس لازم تتعلم تحبني من بعيد زي ما بتحب حد غالي بس عارف إن له حياته الخاصة. عدى أسبوع وجوزي سافر شغل برا القاهرة، أنا وابني لوحدنا في البيت تاني. في الليلة دي دخل عليا المطبخ وقال لي عارفة يا ماما يمكن أنا كنت أناني بس دلوقتي فهمت. قلت له فهمت إيه؟ قال لي إنك مش بس أمي، إنتي ست قوية، اتظلمتي واتحرمتي ومع ذلك واقفة على رجلك. ابتسمت ودموعي في عيني. قلت له دي أحلى كلمة ممكن أسمعها منك. قال لي سامحيني على كل لحظة زعلتك فيها. قلت له أنا مسامحاك قبل ما تزعلني أصلا. قعدنا نحكي للصبح عن أبوه وعن حياتي وعن خوفه عليا. الليلة دي كانت أول مرة نحس إننا راجعين لبعض من غير أي حواجز. كان يوم الصبح ساب لي ورقة مكتوب فيها
أنا رايح أبدأ شغل جديد وهكون عندك كل أسبوع أزورك، ما تخافيش، كبرت خلاص. قريت الورقة وفضلت أبص فيها وأعيط، مش من حزن، من فخر. ابني فهم إن الحب مش تملك، وإن القرب مش دايما في المسافة. رجع تاني ابني اللي كنت أعرفه، اللي بيخاف عليا بجد. ومن يومها كل ما افتكر اللي حصل أقول الحمد لله إننا عدينا الأزمة دي من غير ما نخسر بعض. وفي آخر الفيديو قلت لمتابعيني يا رب كل أم وابن يكون بينهم دايما حب واحترام وتفاهم، لأن أقصى وجع في الدنيا لما يبقى اللي بيحبك هو اللي مش فاهمك. لو عجبتكم قصتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وتستنوني في قصة جديدة من حكايات شادية. بحبكم جدا وبشوفكم على خير يا أجمل متابعين. في آخر الفيديو قلت لمتابعيني يا رب كل أم وابن يكون بينهم دايما حب واحترام وتفاهم، لأن أقصى وجع في الدنيا لما يبقى اللي بيحبك هو اللي مش فاهمك. لو عجبتكم قصتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وتستنوني في قصة جديدة من حكايات شادية. بحبكم جدا وبشوفكم على خير يا أجمل متابعين.